السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله صينية مكرونة بالبشاميل غرقانة بشاميل. طعمها تحفة جوسي وكريمي كده وحلو جدا، والبشاميل طعمه روعة، وكمان المكرونة حلوة قوي مستوية، واللحمة كلها حلو جدا. تابعوني لاخر الفيديو، بس ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. يلا بينا نخش على الطريقة. اول حاجه انا بعملها هعمل معاكم صوص البشاميل. بحط زبده على زيت. انا حطيت 4 معالق دقيق على الصينيه اللي انا عملتها دي. طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها كتري بشاميل، بس هي الصينيه الواحده بتاخد مثلا 4 معالق دقيق، وقصادهم 4 معالق سمنه على زيت. اللي انا باحطه بالكوباية ده لبن، وضاربة معاه مثلثات جبنة بتدي للصوص بتاع المكرونة البشاميل طعم كريمي كده وحلو قوي. ده اختياري، لو عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين عادي، مفيش اي مشكلة. بس بيديها طعم حلو جدا. ده تقريبا كيلو لبن، ممكن يزيد او يقل على حسب السمك بتاع البشاميل اللي انتوا بتحبوه تقيل ولا خفيف ولا متوسط. انا بحب متوسط زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بلاقي البشاميل اللي بدأ يعمل فقاقيع كده من على الوش، يبقى هو كده خلاص استوى. بحط عليه معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود، مبحطش اي حاجة تاني. المكرونة انا سلقتها. مش مسوياها قوي، انا مسوياها 3/4 سوا او نص سوا، عشان تكمل سواها في الفرن وما تبقاش معجنه. انا عايزه المكرونه تطلع كده واحده واحده وباينه كده، مش مهريه ومعجونه، يبقى طعمها جميل. فانا بحط في الارضيه بتاعه الصينيه بتاعه البشاميل، اللي بحط بشاميل عشان ما تلزقش من تحت، وبحط نص كميه البشاميل على المكرونه. بعد كده بحط اول طبقه من المكرونه اللي هي اتخلطت مع البشاميل. وبعد كده انا معلش الجزء بتاع تعصيج اللحمه ضاع مني. فهبقى اشوفه لكم في اي فيديو تاني بقى. يعني صورته بس هو اتحذف، وانا جايه اكمل الفيديو مش لاقيه، فمش مشكله. ممكن نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها سجق، نحشيها اي حاجه يعني الموجود. في ناس بتحبها وايت صوص بالجبن بس كده بتبقى تحفه برضو. حطيت الطبقه التانية من المكرونه ونزلت عليها ببقيه صوص البشاميل وشويه جبنه موتزاريلا او ميكس شيدر، اي جايبه ان انتوا حابينها، ولو مفيش خالص مفيش اي مشكله. وبندخلها الفرن. هي ما بتقعدش اكتر من ربع ساعه، ان هي اصلا كل حاجه فيها مستويه، احنا بس مدخلينها علشان خاطر ايه؟ نعمل ميكس للاطعمه كده كلها مع بعض. انا مشغله الفرن من قبل ما ادخلها. بتقعد بالظبط زي ما قلت لكم 10 دقايق ربع ساعه، وبنطلعها بس بهتهي. حاجه بسيطه، انا بحب اكلها وهي لسه سخنه كده، والبشاميل جوسي كده وسايح وجميل. وبنقدمها بقى بألف هنا وشفا. باقطّعها كده، أنا هي لسه سخنة مش باردة على فكرة، يعني بردت حاجة بسيطة كده، هديت بالضبط يعني. بس وشايفين المكرونة محافظة على قوامها، مش مهرية ولا معجنة. زي ما قُلت لكم أنا ما سلقتهاش سلق كامل، أنا سلقاها بس نُص سلقة. وبالهنا والشفا.